دي اول اي تي ام في مصر، ده اول كافيه بمعنى كلمه كافيه في مصر. بص البتاع ده قد ايه؟ حتى بص السقف فيه شغل. احنا هنا في مصر عشان جامدين بس، فاحنا بنستخدم الحاجات دي. شارع الشواربي ده اصلا كان المفروض يبقى الشانزليزيه بتاع مصر. بقول لك ايه، تيجي نروح سينما ريفولي؟ اشمعنى الرصيف اللي احنا مسمينه بالفرنسي تلتوار؟ بيقول لك حاطين مكواجي هنا بيفرجوا الناس عليه. ادم صدقيه في مصر يا جماعة الخير أبو طارق غير. الخديوي اسماعيل اللي هو من عيله محمد علي، عيله الوالي بتاع مصر، لما جه من فرنسا كان عنده فكره واحده بس، ان هو عايز ينشئ مدينه جديده غير المدينه اللي هم كانوا دايما بيحكموا منها. انا مش عايز القاهره الفاطميه دي، انا عايز قاهره جديده اسميها القاهره الخديويه، نسبه ان انا بقيت ليا لقب جديد اسمه الخديوي. راح للبارون هوسمان الراجل المهندس المعماري اللي صمم الميادين في فرنسا، وقال له انا عايز اصمم مدينه في القاهره تبقى زي باريس بالظبط. البارون هوسمان اللي كان مخطط فرنسا واللي هو عمل حاجه اسمها التصميم الاشعاعي. يعني ايه التصميم الاشعاعي؟ يعني ميدان بيخرج منه اكتر من 6 طرق، اكن الميدان ده هي الشمس وبيطلع اشعه اللي هي الطرق. التصميم الاشعاعي ده كان صيحه في اوروبا، لانه بدا يبقى فيه شوارع واسعه. هي دي تعتبر كانت شوارع واسعه وقتها، انت بتتكلم عن زمن كان فيه سواق كاريتات اصلا، فما بالك ان في عربيات عايزه شوارع بالمنظر ده. فعندنا 6 شوارع او 7 شوارع رئيسيه جايه على ميدان واحد، اللي هو ميدان طلعت حرب اللي كان اسمه ميدان سليمان باشا سابقا. ما تقول لي حاجه ما اعرفهاش عن ميدان طلعت حرب. يعني انا مش هقول لك ان ميدان طلعت حرب كان اسمه ميدان سليمان باشا، عادي تتغير، انما سليمان باشا نفسه ما كانش اسمه سليمان باشا، دي جديده بقى. جوزيف اوكتاف ده كان من العيله، يعتبر يعني يعتبروه من العيله المالكه، لان هو كان مع محمد علي، هو اللي اسس الجيش بتاع محمد علي، وكانوا بيطلقوا عليه سليمان الفرنسي. هو كان راجل فرنسي، وكان جاي هو اللي انشا الجيش واعلن اسلامه في مصر، وتزوج السيده مريم، وبعد كده انجب منها اولاد ليهم بقى قصص في الشوارع اللي احنا نخش فيها دلوقتي دي. نظام الباكيات ده بقى معمول عشان خاطر الناس اللي ماشيه تشوف المحلات او المستخدمات هنا، ما الشمس ما تضربش في عينيهم من الاخر يعني، فتلاقي هنا في نظام باكيات. طب تيجي تقول لي انا ليه ما فيش قدام باكيات وليه ما فيش هنا باكيات؟ عشان ده دراسه لحركه الشمس. حركه الشمس بتيجي هنا، فالمعماري لما جه يصمم قال لك خلاص انا اعمل حاجه خلي الناس اللي ماشيه دي تبقى ماشيه مروقه، فالدنيا تبقى بسيطه، الدنيا تبقى حلوه. حتى بص السقف فيه شغل، يعني تلاقي فيه اجزاء محطوط فيها الاضاءه واجزاء محطوط فيها، وفي شغل جبس وفي شغل، الحاجات دي قديمه قوي، الحاجات دي من زمان جدا. الناس دي كانت بتفكر، اللي صمم فرنسي اللي نفذ مصري. يعني من الحاجات مثلا المعروفه جدا المهندس علي مبارك كان من ضمن الناس اللي شاركت في الحاجات دي كلها. ما جالناش ولا مره عماله فرنسيه او اجنبيه تشتغل عندنا تعمل لنا الحاجات دي، احنا اللي عملناها. عايز اقول انه يعني على الاقل استخدام اليوفط اللي موجوده في المحلات تبقى لايقه على الطراز اللي احنا ماشيين فيه او احنا شغالين فيه، ما تبقاش بعيده كده، يعني الدنيا تبقى قريبه شويه، يعني ما تخلوش الموضوع الاضاءه تبقى بالمنظر ده. في اضاءه، كان في اضاءه زمان ما كانوش بيمشوا غمضين عينيهم، يعني كان في الوان برضه ما كانتش ابيض واسود. فلو نحترم شويه موضوع التاريخ، وان احنا في حته مباني بقى لها فوق ال 100 سنه و120 سنه و150 سنه، هنتبسط يعني. اول بنك في مصر واللي اساسه طلعت حرب. طلعت حرب يعتبر هو راجل الاقتصادي المصري، قرر ان يبقى المصري فيه اقتصاد حر. الاقتصاد الحر ده يعني يبدا يعمل بقى بنك نوت، يبدا يطبع، يبقى فيه قيمه للعمله. عمل بنك مصر واسس حاجات كتيره جدا اقتصاديه في البلد، وطبعا اول اي تي ام في مصر اهي. دي اول اي تي ام في مصر اسمها الخزينه الليليه. العميل كان بيجي هنا معاه ظرف، يكتب اسمه على الظرف، يحط فيه فلوس، يفتح الخزينه دي يبقى فيه مفتاح، هو معاه المفتاح، يحط الظرف ويقفل. يجي الموظف ثاني يوم الصبح يسجل الفلوس دي في حسابك. بص البتاع بيبدا قد ايه؟ تمام. الابواب هنا كانت بدات برضه تاخد من العصر اللي هو ايه، ما كنا ايام القاهره الفاطميه والابواب عاليه، طب نقلل الابواب شويه، لسه في ثقافه من دي، لغايه ما بقى طبعا صغير بعد كده. نفس الفكره، هي الثوره على التقاليد. التقليد اللي كان بيتبني كان ايه؟ للمعلومه، انت دايما بتحب ترجع لحته اللحمه اللي بتاكلها في الخضار بتاعت امك مهما اكلت حاجات جامده يعني، فاحنا دايما بنحب نرجع للاصل. شارع الشواربي ده اصلا كان المفروض يبقى الشانزليزيه بتاع مصر. الشواربي باشا ده اصلا كان راجل غني جدا، غني فاحش. زمان ما كانوش بيسموه رجل اعمال، كانوا بيقولوا عليه راس ماليه وطنيه. والراجل ده كان خير جدا، لان كل الكتب بتاع التاريخ قالت عنه حاجات كويسه جدا. كان راجل خير، وهو كان راجل صديق للخديوي اسماعيل، لدرجه ان الخديوي اسماعيل كان بيستلف منه. بالمناسبه الخديوي اسماعيل لو كان شافك معاك 2 جنيه كان استلف منهم جنيه. ما تلاقيش في بلاد كتير موضوع ان انت ماشي في شارع في مباني اثريه زي دي وفي استعمالات زي اللي انت شايفها دي، لان مش كتير قوي عندهم هذا القدر من التاريخ والتراث. يعني احنا هنا في مصر عشان جامدين بس، فاحنا بنستخدم الحاجات دي. الشغل دي تبع طراز اسمه نيو باروك، طراز فرنسي بالمناسبه. نيو باروك اصلا طراز فرنسي يعني. وده ايس كريم العبد. بقول لك ايه، تيجي نروح سينما ريفولي؟ انت تعرف قصتها اصلا؟ سينما ريفولي دي من السينمات اللي اتحرقت في تحريق القاهره 1950 وجددوها وفتحوها وبقت زي الفل، ودلوقتي بتتكسر خالص. اي نعم يبان دلوقتي ان القاهره زحمه، بس هي القاهره زحمه عشان احنا كترنا عليها، انما دي كانت مصممه لمين؟ لمجموعه صغيره من الناس، مجموعه عربيات اقل من كده بكتير، فهي كانت واسعه في وقتها. النهارده هي زحمه عشان استعمالات كتير، لكن انت لما تمشي تلاقي السينما هنا والسينما قدامها الناحيه الثانيه. ميامي مترو،
وتلاقي ورا في سينما راديو، وتلاقي قدام في سينما ريفولي كان زمان، سينما كريم في عماد الدين، وسينما رينيسانس وكوزموس. كل ده موجود في مكان واحد. صدفه؟ ده مش صدفه، ده حسن استعمالات، حسن تخطيط. يعني احنا اصلا بنتكلم عربي يا ساعات بناخد انجليزي نعربه. اشمعنى الرصيف اللي احنا مسمينه بالفرنسي تلتوار؟ لان ده اصلا اختراع فرنسي، هو جاي من فرنسا اسمه تلتوار ما اسموش رصيف. احنا فيما بعد عرفنا ان هو اسمه رصيف، ما كانش موجود في الثقافه المصريه. الرصيف ده من فرنسا. ليه فكره الرصيف او استعمال ان الناس بتمشي في حتت زي كده؟ لان زمان كانت طرق ضيقه جدا، لان كان الناس العربيات اللي كانت موجوده كانت ايه؟ عربيات بتتجر، كلها عربيات جر. بدايه العربيات اللي بموتور كانت بره في اوروبا، فبالتالي الشوارع عندهم وسعت. ده اول كافيه بمعنى كلمه كافيه في مصر، هو مش اول قهوه، لان اول قهوه في مصر كانت قهوه الفيشاوي. ده كان جه خواجه اسمه جروبي، كان جاي من بلجيكا، هو اول واحد يعمل الشوكولاته البلجيكيه في مصر، وكان عامل اختراعات جامده جدا. تعالى ادخل شوف. بلوجر بقى وكده ولا ايه؟ طبعا الملك فاروق كان بيعشق الشوكولاته البلجيكيه، كان بيجي هنا يفطر الكرواسون بتاعهم الصبح، يفطر يشرب القهوه بتاعت فرنسا الصبح، يحب ياخد الملفيه بتاعه. كان حاجه شيك يعني. كان اصلا في انواع شوكولاته ما بتطلعش في اي حته غير للملك، من ضمنها كانت الشوكولاته بالبلح. ده الطحان بيعملها دلوقتي عادي، مش حاجه يعني. بيقولوا عليهم غاليين. بيقول لك حاطين مكواجي هنا بيفرجوا الناس عليه بتوع ايجيبت. اللي اكتشفته بعد كده ان ده اصلا بيبيع هدوم، فغالبا ده السبب الشو يعني، لكن هو مش مكواجي او مكواجي واحنا ما نعرفش. مصر اتغيرت في الكام ساعه اللي فاتوا دول الصراحه يعني. طب يا فريد هناكل ايه؟ ايوه فكر في ايه؟ اهو ابو طارق يا ابني. ماشي يلا بينا. العربيه دي بقى اساس اصلا ابو طارق، او بقى اساس الصرح ده كله. والدي بيقول لي انه كان بيجي ياكل مع العربيه دي زمان. هي كانت العربيه دي موجوده، كان ابو طارق بيبيع الكشري كده، وبعدين ربنا كرمهم فعملوا الصرح ده. المصري اتسجل انه اكله مصريه خالص، وكنا بنتخانق مع القصه دي مع الهند، لان الهند عندهم اكله اسمها كوشر. الكوشر دي بيبقى فيها عدس، ويبقى فيها برضو رز. فاحنا كنا بنتخانق معاهم انه انتوا الاساس ولا احنا الاساس. هم كانوا بيقولوا ان هم الاساس، ولان الاحتلال الانجليزي راح لهم الاول، الجنود اخذت الاكله دي ونقلوها عندنا في مصر لما الاحتلال مصر الانجليزي جه مصر. طبعا الكلام ده مش حقيقي، احنا اثبتنا خلاص في اليونيسيف او في اليونسكو ان ده اكله مصريه اصيله. عندكم دي؟ عندكم دي؟ ما عندكوش دي. دل على السلام. الله يسلمك يا برو. حبيب قلبي. يا جماعه الخير، أيوة. ابو طارق غير. يا سلام. خليكم معانا لحظات هنعمل عظمه. يلا بينا. يلا بينا. بهارات حلو قوي. دقه خل وتوم وليمون، كشري بالدقه، اوعى تقول لي لا. سبايسي فيري ليتل، حبه نونو. انت عليك مواصلاتك واحنا علينا انبساطك. صلصه وبصل وانسى اللي حصل. يا سلام. حمص. ايوه. مون ابيتي. انجوي برو. عندكم دي؟ هاف ا نايس ما تايم. عندكوش الكلام ده. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.